ال طبعا 18 على الاول على العرب كلهم. آه. المركز ال 18 الجزائر. تونس المركز ال 22. بص بقى بعد كده تصنيف العرب قد ايه يا كابتن جمال؟ احنا تعالى اقرب منتخب تعالى تقريبا. 18 بقى على العالم الجزائر، تونس 22 على العالم، نيجي بقى مصر 60 انزل على العالم، يعني فرق 38 صوت. لا ده فرق السماء والارض. انت كنت من 22 سنتين ثلاثه يا 60. كابتن جمال في التصنيف التاسع مع حسن شحاته، النهارده انت في التصنيف الستين. في الوقت اللي طلع شوقي غريب بيقولوا انه خد المنتخب في اعظم فتراته في تصفيات كاس افريقيا الاخيره. يعني انا بستعجب، يعني عندنا النتائج شيء واللي احنا بنصدقه شيء تاني. طبعا النتائج الترتيب ده مؤسف جدا لكل العرب باستثناء الجزائر اللي قدرت تحافظ على صدارتها بالنسبه للمنطقه العربيه، وبعدها المنتخب التونسي، وهم الاثنين ان شاء الله من اقوى المرشحين للمنافسه على بطوله افريقيا في غينيا بيساو اللي جايه. لكن باقي المنتخبات يا كابتن جمال هتبص تلاقيهم من ال 60 ل 100 و150 وانت طالع، يعني طبعا ترتيبات للاسف ده منتخب الشديد. الجزائر في كاس العالم. طبعا منتخب عنده ثبات، عنده مجموعه رائعه من اللاعبين المحترفين، عنده اتحاد كره داعم قوي، عنده اعلام بصراحه واقف مع المنتخب الجزائري بشكل كبير جدا. جماهير الكره الجزائريه حتى عندها امل كبير بعد المستوى الجيد اللي قدمه المنتخب في كاس العالم. ما كانش حصاله زي ما البعض توقع، ما كانش فريق سهل المراس، بالعكس حقق انتصار وقدر يقف على رجليه كويس في اكتر من مباراه ويقدم مستويات مقنعه. هذا الفريق من وجهه نظري هيكون الفريق رقم 1 في افريقيا، ويليه برضه رقم 2، وده بالصدفه نفس الترتيب اللي عندك بتاع المنتخبات اللي حسب تصنيف الفيفا. طيب خلينا نقول ان افريقيا ممكن تعلي الجزائر كم مركز هي وتونس ولا؟ لا ده مش ممكن، ده اكيد. يعني انت يعني فرق النقاط حتى او حسبه النقاط بتختلف من المباريات الوديه للمباريات الرسميه. بالتاكيد البطوله فرصه كبيره جدا للمنتخبات العربيه الافريقيه انها ترفع من رصيدها، وايضا فرصه مهمه للفرق الاسيويه في بطوله اسيا انها تحقق نتائج ايجابيه وترتفع شويه في التصنيف بتاعها، تقدم نفسها شويه في جدول الترتيب. وان كان يا كابتن جمال برضو الفتره الاخيره ما فيش ماتشات وديه كتير اتلعبت على المستوى العربي، حتى يمكن منتخبنا بعد ما خرج خلاص بعيد، فكان لازم يثبت وربما يتراجع كمان اكتر من المركز 60. طيب احنا زي ما يعني احنا نقول ان الجزائر ممكن عندها فرصه هي وتونس في افريقيا. بالظبط. طيب بالنسبه لمصر طبعا هتقف على 60 لغايه ما تبتدي الماتشات الوديه الدوليه. لا مش هتقف، انا بقول لك معرض انك ترجع كمان تعمل عوده. لا ممكن يعني تقف، لان ما اعتقدش في ماتشات يعني ما عندناش ماتشات دلوقتي، ما فيش يعني اتفاق على ماتشات تطلع الدوله فوق في الوقت 60 الحالي. يعني في ايه؟ كابتن جمال هي قضيتنا ال 60 يعني. هقول لك حاجه بس استنى بس عايز اقول حاجه. أصلي خليني انا الاول على العالم، منتخب مصر هو الاول على العالم وانا بره كاس عالم. خليني الاول على العالم ومنتخب مصر بيتفرج على كاس الافريقيه في التلفزيون. كابتن جمال دي تصنيفات. طبعا عندنا جهاد جريشه والمساعد السادات راحوا افريقيا يا كابتن يعني جمال طبعا كل التقدير وكل يعني التوفيق ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق للكابتن جهاد جريشه وكابتن السادات على وصولهم افريقيا. ان شاء الله هيكونوا من ضمن حكام ده افريقيا. وضع طبيعي، حاجه كويسه ان مصر بتمثل. لا وضع طبيعي جدا ان مصر هي من علمت هذه المنطقه كره القدم. وضع طبيعي، مصر اللي كان عندها حكام اباطره التحكيم لا على مستوى العالم. عايز اقول على حاجه، انت بتتكلم عن افريقيا، انما اين مصر من كاس العالم بالنسبه حتى للتحكيم؟ بلاش فين من اخر مره جمال غندور؟ ما عندنا عصام عبد الفتاح، ما عندناش حد. البطوله الاخيره ما كانش عندك حد موجود. عصام عبد الفتاح راح عمل ماتش ولا بتاع ورجع برضه كان شكلنا مش جيد يعني. انا عايز اقول لك انه التحكيم المصري جزء او عنصر مهم من عناصر كره القدم، وطالما انك انت عندك دروب، عندك هبوط في المستوى والنتائج، هيبقى عندك هبوط في مستوى التحكيم، هبوط حتى في المستوى التناول الاعلامي، هبوط حتى على مستوى كل عناصر اللعب. فانا بقول لك ان دي نتيجه طبيعيه لتراجع كره القدم المصريه اللي مرت باسوا 4 سنوات في تاريخها. يعني طبعا انا مش بقول ان احنا سيئين بدون تقديم اسباب، لا كلنا عارفين ان احنا كان عندنا دوري متعثر، عندنا بطوله مشتته، عندنا ملاعب بلا جماهير، عندنا مستوى هابط جدا. كانت النتيجه انك تخرج من كاس العالم، انك تشاهد زي ما قلت افريقيا عبر شاشات التلفزيون. احنا كجماهير مصريه للنسخه الثالثه على التوالي، وايضا منتخب مصر. المكسب الحقيقي من ان انا اقدم تصنيفي ممكن ما نشوفهاش كمان وانا بعيد، ممكن ما نشوفهاش لو اتشفرت يا جماعه ممكن ما نشوفهاش يعني. طيب خلينا نقول بقى ان يعني كاس الخليج 22 ما كانش يعني مش معترف بيه دوليا مع الفيفا، ورغم ذلك الامارات صعدت 4 مراكز، بقت في المركز 81 عالميا.
خلي بالك، هو يمكن هي بعيده طبعا عن تصنيف، عن رعايه الفيفا بطوله الخليج، هي مش معترف بيها، ولكن وجود جوزيف بلاتر ومجموعه من قيادات الاتحاد الدولي يوم الافتتاح اظن والختام، ده بيديها امل كبير انه ممكن في المستقبل يتم اعتمادها ضمن اجنده الاتحاد الدولي. ومع ذلك مبارياتها حتى لو تحتسب بالنقاط زي المباريات الوديه كابتن جمال، هي اكيد بتفيد في التصنيف، لكن انا عايز اقول انها برضه في النهايه بطوله اقليميه زي اي بطوله اقليميه بتتعمل في قارات العالم، مش بالاهميه الكبيره الا انها بتحظى باهميه لدول الخليج، وبما لها من حساسيات وبما لها من تحديات قبل الاحتراف ما يخش ملاعب الخليج. يعني الخليج في وقت من الاوقات كان كرة القدم بالنسبة لهم عنصر مشوق جدا، كانت جاذبة للجماهير ربما أكتر من الآن، بعد أن تحولت الدورات الخليجية على وجه الخصوص إلى دوريات محترفين، بقت زحمة قوي باللاعبين المحترفين، بعدت المواطنين عن الزحف ومشاهدة المباريات في الملاعب. ماشي. وصعدت عمان 3 مراكز ولتحتل المركز ال 93 عالميا، ثم قطر صعدت 3 مراكز أيضا لتحتل المركز ال 95. لازم صعد مركزا واحدا ليحتل المركز 103، هنوصل للسعوديه دلوقتي. وصعدت البحرين 3 مراكز لتحتل المركز ال 122 عالميا، وصعد لبنان مركزا واحدا ليحتل المركز 126 عالميا، كما صعدت السعوديه 4 مراكز لتحتل المركز 102 عالميا. طب خلينا نتبادل المراكز يا كابتن جمال، خلينا انا المذيع وانت الضيف، انت ايه رايك في الارقام اللي انت بتقولها؟ لا انا خليني في السعوديه، لان السعوديه 4 مرات كاس عالم متتاليه. 102 بعيد قوي للسعوديه جدا. بعيد، انا مستغرب ازاي السعوديه يعني ربما تايلاند بتتفوق عليها وبعض الدول الاسيا. لا والسعوديه بتعمل مباريات وديه كتير جدا وبتكسب. بس خلينا نقول ان ده برضه واقع حقيقي واليم لكره القدم السعوديه في السنوات والعربيه كلهم يعني من فوق الستينات وانت طالع. ما العربيه ينفعش. ماشي، لكن على وجه الخصوص المملكه العربيه السعوديه ومصر مثلا أسوأ الحالات في تصنيفات افضل. لكن بص يا كابتن جمال، مصر بعيده عن افريقيا، السعوديه بعيده عن اسيا، مصر والسعوديه بعيده عن تصنيف كاس العالم، عن الوصول لكاس العالم، فمن الطبيعي ان الترتيب يكون السعوديه والبحرين. بالظبط. فمن الطبيعي ان انا ترتيبهم متاخر، لكن طبعا لا يرضي احد. يعني السعوديه اللي دوريها بيصرف مئات الملايين، مش عايز اقول المليارات لانه بيفوق المليار والاثنين والثلاثه مليار، بدليل ان مساله التسويق عندهم الدوري متباع بمليار. فيعني عيب على الدوري السعودي، على القيمه الكبيره لدوري كره القدم السعوديه ومستواها، ان توصل بيها الحال انها بتدور على مكان فوق ال100 ونقول تقدمت 4 مراكز. بالعكس، يعني انا شايف انه حتى كل الارقام والتصنيفات اللي عندك انا بالنسبه لي بتاذي وتضايقني جدا. يعني ايه 100 و110 و120 و100؟ يا جماعه احنا مش بنتكلم في سنه 1820، ده احنا في الالفيه الثالثه، ده احنا المفروض ان احنا نكون عدينا فتره كبيره جدا ووصلنا لمستويات افضل من كده كتير، لكن للاسف هو ده الحال دلوقتي اللي احنا بنعيشه. طيب خليني يعني اقول للمشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي، اللي هو يمكن ما يعرفش التصنيف يعني ايه، وليه التصنيف بيفيد الفرق، والتصنيف بيجي ازاي، فممكن تشرح له، يعني اشرح للمشاهد. التصنيف ده يا كابتن جمال بيبقى فيه عدد من النقاط بيتم احتسابها. المباريات الوديه ليها نقطه مثلا، المباريات الرسميه ليها نقطتين. انت لعبت 5 مباريات وديه خدت 5 نقط، لعبت 5 مباريات رسميه حققت كام انتصار؟ الانتصار مثلا ب4 نقاط، فالانتصار له عدد، طبعا الخساره ملهاش، الانتصار في الماتشات الوديه ليها عدد اقل من النقاط، التعادل له عدد اقل من الفوز هنا وهنا. فده بيجمع النقاط في الاخر وبيحصل عليها الترتيب اللي انا شايفه برضو معنويا مفيد، لكن هو مش مؤثر قوي. يعني انا زي ما اقول لك، حتى لو انا مصر دلوقتي قفزت 40 مركز وبقت في المركز ال20، يعني هيفيدني في ايه وانا بره الدنيا كلها؟ انا بغرد لوحدي بعيد عن. انا بتكلم دلوقتي في البطولات، يعني المشاهد بيسال البطولات، يعني انت بتتصنف البطولات يعني زي افريقيا بيقول لك احنا التصنيف طبعا افريقيا المباراه بيكون لها المباريات في افريقيا لها عدد اكبر من نقاط من المباريات الوديه، لذلك البطولات دي زي ما قلت لك فرصه الفرق المغربيه العربيه الافريقيه والعربيه الاسيويه انها تحقق نتائج كويسه، هتقفز جدا في جدول الترتيب، ربما تلاقي 10 15 20 30 مركز لو قدر يحقق انتصارين 3 في هذه البطوله، على اساس ان هو يجي يتصنف يلعب الفرق الضعيفه شويه. بالاضافه لان في نواحي فرق اخرى من قارات اخرى من العالم بتكون كره القدم عندها متوقفه، ما فيش ماتشات، فبتعمل معاهم عمليه تبادل المراكز. يعني هو عالميا معنوي، انما قاريا مش معنوي. لا يعني الاثنين معنوي. يعني انا شايف انه انت يفرق معاك كتير ان منتخب مصر يكون فين، انا اللي يفرق معايا ان منتخب مصر يتواجد في البطولات الكبيره، انه ينافس، وطبيعي انك لو رحت ونافست. احنا بنقول دايما ان منتخب مصر نزل التصنيف الثالث بعد التصنيف الرابع. طبعا عشان طب ما هو التصنيف الرابع ده بيتحط في الجدول
مع الفرق الاقوياء. لما بتيجي تلعب بطولات طبعا بيكون له تاثير. لا انا يعني بتكلم على المدى طول الموسم، بعيد عن البطولات ملوش تاثير، لكن عند البطوله طبعا منتخب مصر في البطوله دلوقتي لو دخل يا كابتن جمال هتحط تصنيف ثالث او رابع بناء على عدد النقاط بتاعته. فانا زي ما قلت لك انه غياب مصر الفتره الاخيره عن كاس افريقيا، وغياب مصر عن كاس عالم، وغياب الانتصارات عننا هو اللي ادى بيك لهذا التراجع. فانت هتنتظر تحسن مركزك منين يعني؟ لازم تحقق انتصارات سواء ماتشات وديه او ماتشات دوليه عشان تقدم نفسك. طيب نسيب الانديه دلوقتي ونخش بقى على الحاجات الخاصه.